سيد رئيس المجلس الشعبي المحترم، السيد الوالي المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم تعالى وبركاته. عندي تدخل في القطاعات. أول نبدأ بالفلاحة. عندنا ملف العقود، عندنا احنا في دائرة زلفان 35 ملف لحد الآن مازال ما مشاتش. عندنا الاستصلاح الطريفية. سيد الوالي، هذا الملف تاع الطريفية يعتبر من الملفات العالقة من سنة 2006. في 2018 دارت القائمة فاليدات على مستوى الأمانة العامة بالولاية، يعني كي جات المراسلة من وزارة الفلاحة التمسنا الخير العام اللي فات، وإذا بهم قال لك السنة لازم تروح للمنصة. مانيش عارف شكون اللي ما حبش يتحمل المسؤولية، اسكو في البلدية ولا في الدائرة ما باليش. والديوان نتاع الفلاحة كان دار التحقيقات بالمستفيدين. سيد الولي، انا نظن باللي هذو اللي يستفادوا من هكتارين ما يروحوش للمنصه. المنصه دوموندي شحال هكتار، دوموندي مبلغ مالي منا، وهاد الناس راه يتسنى كاينين نعرفهم انا ما دخلش الخدمه على جال باه يدي هكتارين، وهذا يعتبر ملفات العالقه. واستبشر لا خير، واذا بها قال لك جات مراسله من البلديه ولا من الدائره تقول سيد الولي اذا بها يروح للمنصه. مانيش عارف. إذا يتساهلوا هاد الناس، اللي ما يتساهلش يتنحى ويتعوض، راه كاينه قائمه اضافيه. عندنا مشكل تاع الكهرباء الفلاحيه. يوجد بعض المحيطات لا تحتوي على الكهرباء الفلاحيه. كاين فلاحين يبقوا يديروا بكر ولا يديروا بليم ولا حاجه، قال لك رانا كاين اللي الحق الاغلبيه عندهم، كاين واحد قاعد واحد ثلاث محيطات ولا اربعه ما فيهمش. عندنا مشكل ثاني تاع المسالك الفلاحيه. عندنا ملف استصلاح في محيط في الجنعان، هذا سيد الولي نظن على بالك به، هو رئيس البلديه على بالك. كاين ملف تاع فلاحين اللي يتعوضوا بناس اخرين، بزوج اخرين اللي كانوا ما خدموش، وراه قاعد هذا الملف عالق. هذا بينا التدخل فيه. بالنسبه للملف الثاني، قطاع الاشغال العموميه، نرجو تسجيل دراسه طريق زلفانه منصوره وطريق العطف زلفانه، ونرجو تسجيل طريق الاجتنابي اللي ولا ضروري لزلفانه، لان الطريق الاجتنابي اللي راه فيوس ولا في وسط البلاد بعد التشجيع الاخير هذا ولا يشكل خطر اللي راه يمر بجنب الدائره والله. وكاينه دراسه نتاع الطريق الاجتنابي اللي يخرج من طريق القرار مباشره للطريق الوطني رقم 49. ماناش عارفين اجراءات تكميل الطريق 49 وراهي واصله. كاين الملف الاخير بالنسبه سيدي الولي، تقريب الاداره من المواطن. دائره زلفان تفتقد للعديد من المرافق الاداريه لترفع الغبن عن المواطن، من بينها الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء، مصلحه الضرائب. الناس بغات تروح تخلص بيرمي ولا اخر لازم يروح للغدا ولا يروح للكلينيك. صندوق التقاعد. كاين سيدي الولي عندنا مكتب ديوان الترقيه والتسيير العقاري بي من 2006 في زلفانه مفتوح. السنه الماضيه مانيش عارف على واش غلقوه، هو الموظف هذاك بداوه رجعوه للولايه، والله ماني عارف. حنا نقربوا في الاخر ولا راه الناس تشكي الجمعيات الاحياء تاع بي يشكوا، والناس راهم يشكوا. وكاين عندنا مشكل تاع فتح الفرع البلدي حي المصالحه. هذا سيدي الولي راه عنده بالك 8 سنين واجد، كل يوم يقولوا لنا حاجه. مؤخرا قال لنا الانترنت جاو داروا لونتير، كانت فيه اللجنه تاع الانتخابات. مؤخرا واش راهم يقولوا للمواطنين اللي كاشي ما كانش، ما عارف اللي كاشي يجيبوهم من العاصمه، يعني كلام ما يتقالش، يعني تحشم بها تقول. وشكرا سيدي الولي.